هادي حنان. هاد الليلة جيت نعاودلك شي حاجة من ليستواغ ديالي مع لا فوتوغرافي، شي حاجة اللي علمتني بزاف على راسي، شي حاجة كيما تلمون ماركي في حياتي كو وليت كنعترف انني فوتوغراف. في البداية ديال القصة ديالي مع الكاميرا، بحال بزاف ديال الناس كنت ندير بزاف ديال الناتور وبزاف ديال لا فوتو داركتيكتور. ومنين بديت تنكتشف لا فوتوغرافي دو ناتور مورت، بديت نقلب نطور المهارات ديالي في لا لوميير ارتيفيسيال. Et pour me rapprocher de ce type de lumière ونتعلم نخدم بها بحال بلا لوميير ناتورال، بحال بزاف ديال الناس كنت بديت نستعين بمون بروبر كور كسوجي بور مي فوتو. فكانت هذيك هي البداية ديالي مع لي زوتو بورتري، فواغ البداية ديالي مع لا فوتوغرافي دو بورتري. ملي تناخد ان اوتو بورتري تكنيكمون بارلون تيكون لو سوجي هو مون كور، وانا هي لا فوتوغرافي يعني لوبسيرفاتريس دو سو كور de l'extérieur. Et puisque c'est mon propre corps, c'est aussi l'observatrice de ce qui se passe dans ma tête à propos de ce corps. يعني en même temps qu'il y a de l'observation de l'intérieur. حلقتي تحول. وهنا مبدئيا تنبدا نميز داك الفرق بين الجسم والفكرة اللي تقد تكون عندي على الجسم والصورة ديال الجسم. ناخدو مثال، نقدر نوريك ان اوتو بورتري ويعجبك وتقول لي تبارك الله عليك تبدينا رائعه، هادشي غزال، او زعما او موان كاين تما شي حاجه. ولا سولتك شنو عجبك فيه بالضبط، تقد تقول لي شي حاجه بحال دابا لا لوميير، لي كولور، لا كومبوزيسيون، شي حاجه في ميتري او مون اتيتود. بينما بالنسبه لي معرفتي بالقصه اللي كاينه داغيغ داك لا فوتو، ربما ميم واحد لو بوا ايموسيونيل تالمون لور تتخليني ماشي نختلف معاك في ان داكشي مزيان او هو هداك، وانما احتمال نختلف معاك في ان داكشي تنقصدو به الصورة في حد ذاتها، وان داك جمالية الصورة او داك لاتوش او داك شي حاجة اللي تتبان انتريسانت تنكون عارفة بلي راها ماشي في متري ولا لي كولور ولا ميم لا لوميير في حد ذاتها، وانما بلوتو في داك لي زيليمون لي ديتاي كاملين اللي تيبانوا لنا انا وياك، زائد داك القصه اللي دغيغ والحموله العاطفيه اللي انا ادرى بها، زائد واحد المجموعه ديال الحويجات اللي تتجمع مع بعضها وتتعطينا شي حاجه سميتها لا بيرسيبسيون. وهادشي كله سي سكي في ان بورتري. الا بغينا نحللوها انا وياك بشويش علينا، ملي تنشوفوا ان بورتري عندنا ديما عنصر A لو سوجي هو لو كور، وعنصر B هو ce que je pense او tes pensées quand on voit ce corps. والعنصر C هو داك لو بورتري اللي هو une représentation ديال un corps humain dans un contexte émotionnel subjectif، يعني دخل فيها l'aspect physique, émotionnel et psychologique، et dont la perception براسها تتكون انفلونسي بمجموعة ديال العوامل اجتماعية، ثقافية، تاريخية إلى آخره. دونك ليليمون سي هو داك لو بورتري في حد ذاته اللي تيمثل واحد ليماج دو كور معينة. داكشي علاش احيانا لي ميور بورتري تتكون صعيبة قرايتهم، وفواغ تقدر تكون عندهم قراءات مختلفة ومتضاربة. وداكشي علاش بين قوسين مثلا ملي ما تعجبنيش شي اوتو بورتري تنكون واعيه انني كونتر داك لا ريبريزونطاسيون اللي ما عجبتنيش، ماشي ضد مون كور او انني ما تنحملش راسي. دي فوا مزيان نشوف شي تصويره ديالي وما يعجبنيش راسي فيها، ربما هكذا ندير النفس ونخصص وقيت لراسي اكثر ونحاول نتهلا فيا شويش حسن، يعني ضد في داك الصوره اللي انا من حقي نكون ما راضياش عليها. بل مزيان انني نستعن باي وسيله تنرتاح لها باش نحضي مع راسي بحال شي مرايه او ميزان، انما دائما حبا فيا واعترافا مني بقيمتي وانني نستاهل ديما محسن، ماشي العكس.
أو باش نخلط عدم رضايا عن تلك الصورة مع ذاتي، مع أفكاري، مع إحساسي، مع الواقع، مع لا لا لا. دونك غادي نشد القوس هنا et je reprends شنو كنا تنقولو. Un portrait اللي هو une représentation visuelle, c'est une image du corps. L'image du corps اللي تتختلف من une situation à l'autre وتيدخل فيها بزاف ديال العناصر أخرى من غير داك الجوج اللي ذكرنا في الأول اللي هما الجسم في حد ذاته والأفكار اللي دايرة عليه، بحال mes émotions, mes croyances, mes expériences passées, mon quotidien, mes relations avec les autres, les normes sociales, les médias وزيد. طبعا العلاقة بين هاد العناصر كاملة هي واحد العلاقة معقدة ومتداخلة، ودرجة الوعي ديالي بشاك élément بوحدو par rapport aux autres وكيفاش تيقدر يأثر على ما propre perception et mon rapport avec mon corps هي باش نقدر نكون واحد الرؤية واضحة وقريبة من الحقيقة اللي باش تكون معقولة وصحية. فبالنسبة لي من هاد العناصر كاملة اللي تنحتاج نحظي معاها هي المعتقدات الخاصة ديالي والأفكار اللي أنا تنقبلها أو تنتبناها، بالتالي تنعيش بها وتنسمح يكون عندها تأثير على علاقتي بالجسد ديالي اللي هو أول وأهم صلة عندي بالمحيط الخارجي وبالحياة، أي عندها تأثير مباشر على لا كاليتي ديال تجربتي على سطح الأرض كاملة. باش تكون علاقتي بالجسم ديالي صحية أو معقولة تنحتاج شي بركات ديال الوعي والإدراك اللي قدرت نجمع شوية بشوية غاس على فوتو. بحال دابا غاس على فوتو قدرت نكون أول حاجة نظرة تقبل واحترام للجسم ديالي كموضوع كامل ومستقل في ذاته بعيد عن أي مقارنة بأي موضوع أو جسم آخر. Voir مع الوقت et encore grâce à la photo, j'ai développé tant d'admiration et de la reconnaissance envers هاد الجسد المحارب اللي عطاني الله et qui finalement continue de fonctionner الحمد لله malgré tout. Grâce à la photo, تعلمت نفرق وما نخليش نظرة الآخر على الجسم ديالي تأثر أو تداخل مع النظرة الخاصة ديالي سيستماتيكما. واخا évidemment نقدر نعيف أو نحتقر شي شوفة ناقصة اللي فيها تشيء سواء vis-à-vis de mon corps أو أي corps féminin أو autre، غير إنما مثلا je choisis souvent de remettre le focus على داك la fascination اللي بحال بزاف ديال الناس on a pour le corps humain en fait. لا فوتو علمتني ما نتيقش ديما أو ما نمشيش دغيا مع أي فكرة لقيتها تدور في راسي، سواء مجية من على برا أو من شي حاجة اللي داخل ديالي، سواء كانت سواديزون شي حاجة نيجاتيف أو حتى بوزيتيف، سواء بخصوص موضوع الجسم ديالي أو غيره من المواضيع aussi. Le process de mes autoportraits ou la méthode que je suis quand je me prends toute seule en photo واللي ما تتخليش حس البلاصة لداك القاعدة ديال لا comparaison ديال الويل هي لا ميم اللي تنطبق lors d'une séance photo avec une autre personne. داكشي علاش تنحاول ما أمكن نكون discrète، نتبع الراحة ديال mon sujet, le guider vers داك l'état que lui-même au fond je sens qu'il est en train de rechercher, le guider vers شي حاجة qu'il est peut-être en train de chercher à comprendre ou à saisir. مهم أنا تنكون فرحانة en essayant de documenter donc les instants puisqu'ils sont authentiques, ils révèlent de nouvelles réflexions et découvertes واللي واخا نقدر نكون ديجا عارفة شي حاجة منها en tant qu'une observatrice hypersensible ما نعرفش نوصلها لك بداك الدقة اللي تتعجبني وتتبرد الحر بان autre moyen que la photo. بحال ملي شي نوبة تنبغي نفكر une personne qui m'est chère بالحلاوة ديال le moment présent واخا نقولها لها en utilisant les mots اللي تنعرف je doute fort que غادي تحس بها assez أو تماما بحال إلا جينا وخدينا واحد نص ساعة حتى لسويعة ديال المكانة و on a réalisé une séance photo على حقها وطريقها وخرجنا منها des instants immortalisés qui pourront être contemplés et lus après et dont l'essence pourra être préservée à jamais. Parce que je sais que la photo تنقدر نمشي بها au-delà de ma conscience, je touche mon subconscient. Les مرة j'aime explorer aussi. Surtout منين تنكون عاود حيرة في أمري أو خايدة تنقلب نفهم فيا شي حاجة.
Quand je fais des portraits, يعني من ناخد جسم إنساني comme sujet pour mes photos, je refuse de me contenter de l'apparence extérieure uniquement. Je cherche à capturer l'intérieur aussi, à refléter l'émotionnel caché au plus profond de la personne, en utilisant la dimension physique pour représenter l'émotionnel, l'abstrait justement. D'Exhibash, pour moi, je crois que la photographie m'a surtout aidé à me réconcilier avec mon image intérieure et mes émotions. واللي هي بالنسبة لي إنجاز عظيم. Il s'agit de quelque chose اللي هي أعمق وأصعب وأولى من أنني نكون متصالحة مع كيفاش تنبان من على برا وصافي. Même en étant une femme. Je ne dis pas que هذه شي حاجة اللي je peux laisser de côté. غير هو en étant un humain avant tout, ou peut-être en étant حنان surtout, mon corps émotionnel ou là mes émotions تيبقاو ديما هما الموضوع الشائك في حد ذاته. سينو خلاص كلنا اليوم عارفين بلي داك الحركة ديال ربط هوية المرأة وحصر قصة حياتها كاملة في مظهرها الخارجي سي فام هي شي حاجة من فعال لو مارشي لي ميديا دون لو بوت اي بيرمون لوكراتيف وهي كذلك من الحويجات اللي شخصيا تنحاول نبالها راسي واي بنيته او مراه ريغوليرمون ملي تجيبها الفرصه notamment à travers ma photographie aussi. La photographie de portrait عندها تأثير على l'image du corps اللي هي بدورها تكون عندها علاقة بالimage de soi. D'où l'importance de faire bien attention que ce soit منين نكون تناخد des photos أو منين نكون تنشوفها أو تنحاول نقراها أو منين نكون تنشاركها مع l'autre. C'est une grande responsabilité. ولأنه ناتورالمون من ديما كان عندي إحساس بهذه المسؤولية ما تنصورش أي واحد et je ne partage pas mes photographies مع أي واحد et je sais dire non. d'ailleurs la photographie يمكن هي الحاجة الوحيدة اللي عمرني ما ترددت أنني نقول فيها لا. ندير الخاطر في كل شيء إلا في لا فوتو. quand je ne vois pas vraiment d'intérêt ولا إلا غير شكيت je dis non dès le départ. نقدر نبغي ندير دي بورتري وما يكتبش ما باش ما نكونش باغيه اصلا ونقول مع راسي ماشي مشكل حشومه غير هاد النوبه هادي en général في حياتي عانيت منها بزاف من قبل mais jamais pas question quand il s'agit de la photo. D'ailleurs, la communauté des photographes que je connais, bien, on prend bien en considération la manière dont les portraits sont réalisés et représentés afin d'éviter de renforcer donc, les normes stéréotypées ou les pressions sociales. اللي تقدر تأدي علاقة بعض الناس بلوغ كور أو بالصورة ديالهم. دونك الحمد لله هذه شي حاجة تتفرح. La photographie est pour moi une forme de thérapie comportementale et cognitive اللي علمتني نحترم mon corps, نعترف mes émotions ونتأمل mes pensées. كيف ما كان الحال كسوا حقا بوزيتيف ونيجاتيف وقاعدون دائما واحد مسافة الأمان تفاديا لأي كونفوزيون وفوزيونمون. يعني عيني تتبقى على داك لا بريزونس في حد ذاتها اللي تتربطني بمختلف هاد العناصر وغيرها واللي هي اللي تتقربني من كي جو سي فريمون وماشي غير في داك اللحظة أو هاد اليوم من زمان. لا فوتو ديما تتفكرني باش نشوف ونتفرج ونختار نطور من أفكاري اللي تصلح لي بدل ما نحكم على راسي بيها أو نعرف العالم من خلالها. شي حاجة اللي تضمن لي حقي في حرية الوجود وحرية الاختيار. أنا اللي تنختار لا لوميير لونغل دو بريز لو كادر لا كومبوزيسيون لو تريتمون ليبريتي كيف ما كان أو شنو ما كان لو سوجي اللي حتى هو براسو أنا اللي تنختار سواء بشكل واعي أو غير واعي. أنا هي لا فوتوغراف بمعنى أنا المسؤولة وأنا اللي بيدي القرار من البداية وصولا عند النتيجة النهائية. ملي ما تعجبنيش شي تصويرة أنا أدرى شنو ندير بها. يمكن لي نرجع نبدا لو بروسيس من الأول نعاودها كلها. يمكن لي نحل فوتوشوب نحاول نتمشغل شويش فيها. يمكن لي نلوحها دون لي زارجيف مع خوتها ويمكن لي انفان بالزربة نمسحها ونسى الموضوع. مهم لو ميساج يكون وصل والأهم ما نحصلش راسي بزاف دور الضحية. Enfin, الموضوع ديال هاد الليلة c'est toi qui me l'avais suggéré et je t'en remercie. عجبني أنني نهضر لك فيه غير باش تبقى لي على خاطرك. non عجبني أنني نهضر لك فيه ماشي غير باش تبقى لي على خاطرك
ونكون حتى انا على خاطري بحال درت لك خاطرك، وانما هو موضوع اللي حبيت نختم به لا بروميير سيزون ديال شي حاجه. وي الحمد لله نجح شي بركه. هكذا نكونوا انا وياك وصلنا لا فان دو سو بروميير شابيتر نقولوا. جو ريميرسي حنان اللي زعمات وبدات اول حلقه اول نوبه اول ليله، واخا ما كانش متخيله لهاد الدرجه كو تو سرا فريمون لا، وانك غادي تخصص لها من وقتك وتعطيها هذا الاهتمام كله. انا فخوره بجوج بينا اللي كملنا دوسمون مي سيغمون توصلنا لهنا. Je suis tellement fière de toi pour la curiosité, l'élégance, la compassion et la patience dont tu as fait preuve depuis le début et tout au long de cette aventure. Oui, mais عارفين de quoi je parle. Cette connexion qui s'est installée grâce à شي حاجة entre nous, c'est vraiment spécial. Donc, Tamazine Troll Elik, je te dis merci. Et d'ici la prochaine saison, Inch'Allah, أنا تنفكرك وتنرغبك عافاك. Prends soin de toi.